يستعد فريق النسيم للدراجات الهوائية للمشاركة في طواف الضفة لفئة أقل من 17 عاما، وذلك بدعوة من عصبة مدينة سان لويا السنغالية للمشاركة في الطواف الذي سينظم في المدينة للفئة المعنية. وكان النادي دخل معسكرا تحضيريا مدة شهرين تمهيدا للمشاركة في هذا الطواف، وتدخل هذه المشاركة في إطار خطة الاتحادية الوطنية للدراجات الهوائية والفرق التابعة لها من أجل إعداد فرق شابة للمسابقات القادمة، ومن أبرزها طواف المغرب سبتمبر المقبل وطواف المطارات في أكتوبر المقبل، إضافة إلى المشاركة في الأجندة المبرمجة للاتحاد العربي للعبة. أول سباق لي أفرق موريتان مش مثل إن شاء الله في السنغال. هذه أول مشاركة لي في السنغال مثل موريتان مع النادي النسيم. نبقى الشباب كاملين يمارسوا هذه الرياضة، بالرياضة زينة ندعمهم عليها. والسلام على رسول الله. معكم دراج المنتخب سالم أمين. عندنا مشاركة في السنغال مع الشباب تحت 19 سنة. راجين الشباب كاملين يشوفون في هذه الرياضة. طبيعة الحال هذه المشاركة اللي معدل نادي النسيم في هذه التظاهرة اللي بالنسبة لنا تظاهرة مهمة خاصة في دول الجوار اللي تؤدي لياسر من الاحتكاك خاصة للرياضة. ما زالت شبه وليدة في مستوى موريتان. معناها لأن راجين من جميع الرياضيين ومن جميع المهتمين بالدراجة الهوائية لأنهم يلتحقوا بها. وبالمقابل نادي النسيم موجه تحية للدراجين الموجودين معاه والناس اللي تختار تلتحق به، ومن خلاله موجه كل التحية والتقدير للاتحادية الموريتاني للدراجات الهوائية اللي واقفة معانا